السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل السبانخ المصرية أو بالطريقة المصرية. ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. طبعا هي لها اكتر من طريقة، بس احنا هنعمل الطريقة المميزة اللي احنا مشهورين بيها كمصريين. هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ نقول الخطوات. احنا معانا بصل ومكعبين زبدة كده ومعلقة زيت ومعلقة من الثوم. طبعا ده الثوم المهروس بتاع السنة اللي فاتت. ومعايا عصير طماطم مش كتير، قد ربع الشفشق كده. ومعايا السبانخ مغسولة جدا ومتقطعة صغير كده. هنحط بقى البصل على النار بالزبدة والزيت ونقلب كده لحد ما الزيت البصل ياخد لون اللي احنا بنحبه، اللون الذهبي. يعني بنقلي البصل. بعد كده لما بياخد لون، قبل ما ياخد لون كامل، بنبدأ في نص التحميرة كده بننزل بالثوم بتاعنا وبنقلبه كده كويس لحد ما نحس ان هو دبل وريحته طلعت كده. بنقوم نازلين على طول بايه بقى؟ بالمكون اللي هو بيميز الأكلة بتاعت زمان أو السبانخ بتاعت زمان، وهي الفريك. الفريك ده فريك ذرة. بنغسله وبننقعه في مية سخنة مدة ساعتين، مية مغلية، وبنسيبه كده قبل الطبخة، وبعد كده بناخده نستعمله. يعني كل ما ننقعه ساعتين او اكتر بيكون دخل في طري كده، وبيساعد على سواه على طول. يعني حبة كده مش كتير، حوالي معلقتين كبار من الفريك. طبعا بقى بننزل كده بالطماطم بقى مش كتير، لان السبانخ ما بتحتاجش طماطم كتير خالص. بنقلبها كده ونسيبها تتسبك شوية. وطبعا بنحضر التوابل اللي بنحطها على السبانخ، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وبهارات بيضة. طبعا انا حطيت بهارات بيضة لاني ما عنديش البهارات 7. لو عندك البهارات 7 حطي بهارات 7 تبقى افضل. لكن برضو البهارات البيضة بتبقى جميلة جدا. وممكن تضيفي كمان مكعب مرق الدجاج. تمام كده. بعد ما بتتسبك بقى معانا كده وتقصر، بننزل بالسبانخ اللي هي متقطعة. طبعا غسلناها كويس جدا وقطعناها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى بنقلبها كويس و بنغطي عليه. بنقلبها كويس الاول، وبعد كده بنزودها بالمية المغلية او بالشوربة الموجودة عندنا. طبعا يفضل انها تكون شوربة، وتكون شوربة دسمة وحلوة، يعني عشان تدي طعم للسبانخ. اهي شايفين بنزودها كده وبنغطي عليها وبنسيبها بقى تاخد السوا بتاعها. بتطلع احلى سبانخ واطعم اكلة مع رز ابيض كده او رز بالشعرية، بتبقى جميلة جدا. نغطي عليها بقى، ما بنزودهاش كتير. طبعا بنشوف الملح بتاعها مظبوط ولا لا، وبنغطي عليها وبنطفي بعد ما بتستوي. بتاخد المدة بتاعتها وبتطلع احلى طبق سبانخ بالطريقة المصرية. جربوها، الفريك بيديها طعم حلو قوي. لو ما فيش فريك ممكن نستعمل حمص الطبيخ. في ناس ما بتستعملش حاجة خالص. وممكن كمان نحط رز في اخر الطبخة خالص، عشان الرز طبعا مش بياخد سوا. وبكده خلص الفيديو بتاعي، وطلعت احلى سبانخ بالطريقة المصرية. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واستودعكم الله، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.